من جانبه يتحدث الميلود مع سيد الكاتب العام لجامعة التعليم عن احتفال الشغيلة المغربية بعيدها الأممية، ويتطرق بشكل خاص لشغيلة قطاع التعليم. هذا العيد الأممي، وأحيي جميع العمال والعاملات والموظفين والموظفات بالتحامهم حول الاتحاد المغربي للشغل. فعلا يحتفل الطبقة العاملة وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بفاتح ماي 2017 في ظل أوضاع مهنية متردية، على اعتبار أنه الحكومة المنتهية ولايتها لم تؤمن بالإشراك، لم تؤمن بالحوار، مررت مجموعة ديال القرارات التي يعني سكتت كل ما هو اجتماعي، ضربت كل المكتسبات ديال الموظفين والموظفات. بالتالي اليوم في انتظارات ديال التشغيل التعليمي من نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، مجموعة ديال الفئات كتحس بغبن على اعتبار انها عطات مجموعة ديال الامور ديالها. آمنين مع هذه الوزارة هذه الوزير الجديد اللي يفتح باب الحوار، كنسجلوا هذا الشيء بارتياح وكنومن بمؤسسة الحوار من اجل حل جميع المشاكل الفئوية.